يلا بينا هنعمل ماسك واحد ينضف لنا بشرتنا ويخليها بتنور. اول حاجة هنعملها هنستخدم محلول الملح، هننضف بشرتنا بيه كويس. محلول الملح ده حلو جدا جدا. لو بنتي بيطلع لك حبوب وعايزه اقول لكم بينضف البشره جدا. ده برضو بستخدمه من ضمن الروتين لما بكون عامله روتين مثلا عشان طالع لي حبوب، انا بستخدم المحلول ده. بصوا مطلع ايه بلاوي. اول حاجه هستخدمها الشوفان، بس عايزه اقول لكم حاجه بسرعه كده. اعملي حمام بخار 5 دقايق لو انت عندك جهاز البخار او بالكتل. هصور لكم الطريقه اللي هي بالكتل دي هتعجبكم جدا. اول حاجه خدت معلقه شوفان، خدت معلقه من القهوه، خدت معلقه عسل، وبعد كده هاخد معلقه من جل الصبار. ادي معلقه العسل، طبعا هو مرخم معايا شويه بس مش مشكله. خدنا معلقه شوفان، معلقه بن، معلقه عسل، هاخد معلقه من جل الصبار. انا جل الصبار ده مش بستغنى عنه، حلو قوي قوي للناس بشرتها دهنيه، لازم يكون عندها. ترطبي بيه بشرتك وتحطيه قبل الميك اب، هيفرق معاكي جدا. هنبدأ بقى نقلب المكونات دي كلها مع بعض، اخلط اخلط اخلط، وبعد كده هنوزعه بشرتنا. طيب الماسك ده بيعمل ايه؟ عايزه اقول لكم ان هو لو انت عندك بثور بيشدلك بشرتك، بيعمل تفتيح، ترطيب للبشره. طبعا انتوا عارفين ان العسل مضاد حيوي قوي جدا للبشره. زي ما انتوا شايفين كده بيطلع لي حبوب بقالي فتره. آه، فانا حبيت ان انا اهتم بيها، يعني من ضمن الماسكات اللي انا بعملها لما بيكون بشرتي بهتانه او بيطلع لي حبوب. الماسك ده بيخلصني منها، يعني ده وماسك القرفه بالعسل برضو لو انتوا فاكرينه. القرفه بالعسل برضو حلو قوي قوي للحبوب. لو انت بيطلع لك حبوب انسي بقى ان انت يطلع لك حبوب، اعملي روتين كده لنفسك، والناس اللي بشرتها دهنيه بالذات يعملوا حاجه زي كده. الشوفان حلو جدا جدا برضو عشان خاطر لو بيطلع لك حبوب، وكمان بيشد البشرة وكمان بيرطب البشرة جدا، حلو جدا جدا للبشرة الدهنية. هنبدأ نوزع الماسك بتاعنا كويس جدا، هتوزعيه على بشرتك. انا حطيت منه لما باجي اعمل ماسك لبشرتي بعمل برضو لايدي ورقبتي كده عشان خاطر ما بقاش حتة وحتة. الماسك ده بيفتح وبيرطب، وكمان لو انت عندك بقى بثور في مناخيرك، اثار الحبوب كمان مع الاستمرار هتختفي. يعني لو عندك اثار حبوب لما تستمري عليه هتلاقي مع الوقت بدأت العلامات او الاثار الحبوب دي بدأت تروح. اهم حاجة المكونات زي ما قلنا كانت شوفان، بن او قهوة، معلقة عسل، معلقة جل الصبار، يكون نوع كويس من جل الصبار. وزي ما اتفقنا هنحط الماسك على بشرة نظيفة ونعمل حمام بخار 5 دقايق عشان نفتح المسام كده وبشرتنا تستفاد بيه اكتر. وزعي كويس الماسك، وحلو جدا جدا للهالات على فكرة. حطي منه على ايديكي مفيش مشكلة، وكمان على الرقبة. عايزة اقول لكم انتوا هتشوفوا النتيجة بنفسكم، من اول مرة هتشوفي النتيجة. الماسك ده هنعمله قد ايه؟ هنعمله مرة في الاسبوع، حلو جدا مرة في الاسبوع، هيفرق معاكي جدا. هتوزعيه وهتسيبيه لغاية ما ينشف، وبعد كده هتبدأي بحركة دائرية. يعني هو كده خلاص هو نشف اهو، زي ما اوريكي حركة دائرية كده ان انت تفركي لو عندك جهاز الفوريو مفيش مشكلة، وتغسلي وشك. انا سبت 10 دقايق لغاية ما نشف. شايفين الفرق؟ هحط بقى جل الصبار، وممكن بتلجاية وتوزع، يعني بتلجاية كده وتمشيها على وشك عشان تقفلي المسام، او الايس رول. طبعا انتوا عارفين الايس رول اللي انا استخدمتها معاكم قبل كده في فيديو. انا قفلت المسام بالايس رول مفيش مشكله، او بتلجيه زي ما انت حابه. ووزعت كده جيل الصبار عشان انا حابه ان انا ارطب بشرتي دايما، يعني انا بهتم بالترطيب لان البشره الدهنيه دي بتحتاج ان انت ترطبيها دايما. فانا بستخدم جيل الصبار. ده الماسك اللي احنا استخدمناه مع بعض. قولوا لي رايكم في الكومنتات، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وقولوا لي رايكم، وقولوا لي عايزين الفيديو اللي جاي عن ايه. شايفين الفرق عامل ازاي؟ شوفوا اول الفيديو وشوفوا اخره.